يا صباح الخير. في 3 مشاهد، 3 أشخاص بيدافعوا عن 3 قامات، وإن كان فرق كبير جدا بين ال3 مدافع عنهم، إلا إن ال3 اللي بيدافعوا عنهم تقريبا متشابهين في حاجات كتير. المشهد الأول، أحمد السقا بسذاجة بيدافع عن محمد صلاح، وطبعا أحمد السقا المفروض إن هو وصل لمرحلة من المراحل إنه يكون عنده مستشارين يقولوا له يتكلم إزاي ويقول إيه إمتى لمين. ما ينفعش تتكلم منك لنفسك كده، لان الحقيقه بتخذلونا لما بتتكلموا لنفسكم، بتظهروا ان الناس المثقفين او الفنانين، انتوا مش مثقفين، الفنانين في مصر الحقيقه ان مستواهم الثقافي والادبي قل قوي. المشهد الثاني، استاذه ريهام سعيد بتدافع عن الاستاذ محمد صبحي، وان كان محمد صبحي زي محمد صلاح يستاهلوا ان ندافع عنهم. محمد صبحي راجل فنان محترم، حول فنه لرساله محترمه وكلنا بنحبه وكلنا بنحترمه، وان كان الموقف اللي عمله حتى التبرير اللي قاله غلط. يعني يا جماعه احترموا بني ادميتكم، احترموا ان انتوا بني ادمين بتغلطوا زينا عادي، فما فيش اي مشكله. وقصة بقى ان هو اصل مش عارف 60 فلاش كاميرا محطوطة في وشهم والناس والفنانين. يا جماعة انتوا دخلتوا مجال تبحثوا عن هذا الشغل، فبلاش يعني نمثل على بعض اكتر من كده. استاذ محمد صبحي نفسه مع كل الاحترام والتقدير لو خرج راح مشوار ورجع محدش عمل معاه ده هيروح يجيله اكتئاب، هو نفسه هيروح يجيله اكتئاب. فما تشتكوش من النعمة اللي ربنا انعمها عليكم، ان الناس عارفاكم وبتحبكم وعايزين تتصور معاكم حتى لو بالكذب، فدي حاجه بترفع من روحك المعنويه. استاذ محمد صبحي نفسه وانا متاكد وعارف ان هو هيقول الكلام ده، لو راح مكان زي ده وما لقاش حد بيجري وراه ويصوره هيروح يجيب اكتئاب. فالتالت بقى والاهم في الموضوع، مصطفى حسني بيدافع عن سيدنا مولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي. في واحده من الاسئله شفت الفيديو كده بسرعه، بتقول له الناس اللي بتهاجم احيانا بعض افكار للشيخ محمد متولي الشعراوي، فقال لها اولا نشوف مين اللي بيهاجم، وده مبدئيا كده رقم واحد، مبدا المغرورين والجهلاء. وبداوا الناس قصه ان مين اللي بيقول. على فكره مش شرط مين اللي بيقول، المهم نشوف اللي بيقوله صح ولا غلط. زي دكتور حسام موافي طلع مره في العربيه بيقول له في دكاتره بتقول ان حضرتك، بعض الاطباء بيقولوا ان حضرتك بتقول بعض المعلومات خطا، فقال له مين اللي بيقول؟ دكتور صغير ولا استاذ زيي او اعلى مني؟ على فكره يا دكتور حسام ويا استاذ مصطفى حسني، ممكن طالب في سنه اولى طب يشوف معلومه يكتشف منها حاجه حضرتك ما خدتش بالك منها بعد 50 سنه شغل، او في سير تاني ما خدتش باله منها. الشيخ سيدنا الامام محمد متولي الشعراوي نفسه بذات نفسه عمل ده عشرات المرات، مبدئيا من هو في ثانوي كان بيقف يقول لا دي كذا ودي كذا، لان هو ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه فتح ان هو يقدر يمنطق الامور بطريقه احسن، وبالتالي هو نفسه عمل ده. سيدنا الامام الشعراوي يا استاذ مصطفى يا حسني هو نفسه وقف عشرات المرات من وهو صغير قدام ناس كبيره وقال لهم لا دي صح ودي غلط. وهو المفروض احنا نعمل كده، نسمع الناس بتقول ايه ونفكر فيها، مش بس مجرد واحد بيقول اصل ده مش عالم، اصل ده مش دارس، اصل دوت معيش مبادئ في العلم، اصل ده مش عارف يبقى زيي. ده كلام ناس مغروره وغير جديره بالعلم. فلازم نعرف الناس بتقول ايه، نسمعه ونعيه ونتناقشه. مش مهم مين اللي بيقول، ممكن يكون واحد ما يعرفش غير جمله واحده بس هي الجمله صح، هو قالها صح انت قلتها غلط. وعشرات الاخطاء حضرتك بتغلطها يا استاذ مصطفى يا حسني لحد النهارده، وعندي سنه اقعد معاك اجيب لك فيديوهاتك وافند اديها لك واحده واحده، عشرات الاخطاء. فما فيش داعي يا جماعه ان احنا نقلل من الناس ونعظم ونغالي من بعض الاخرين. الحقيقه المغالاه يا جماعه يعني برنامج دوله التلاوه برنامج محترم جميل وحاجه تفرح وحاجه تشرف، ولكن المغالاه اللي بيعملها مصطفى حسني وشيوخنا الافاضل في بعضهم يعني، والدكتور اسامه الازهري مع كل التقدير والاحترام دي وانا بحبه جدا الدكتور اسامه، الا ان المغالاه في الاحترام قوي غلط.
لما يكون طفل صغير بيقرا القران او شاب صغير، ومصطفى حسني بهذا برضه، ومصطفى له قيمته، والدكتور اسامه له قيمته، يقول له سيدي الاستاذ. ليه سيدي؟ ابننا الاستاذ فلان، ابننا الشيخ فلان. لان سيدي دي مغالاه في الادب، ولا فيش، مش مطلوبه، مغالاه غير مطلوبه، وممكن تصيبه بالغرور. اتي كل ذي قدر قدره. ابننا الشيخ فلان بمنتهى الحب والاحترام والحنان. مش لازم سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي. بلاش تقلدوا يا جماعه، بلاش نقلد هذا التقليد الاعمى لبعض الاشخاص. المغالاه شيء مقيت. المغالاه في اي شيء بتفقده معناها. الافراط في اي حاجه تتحول الى قبح. فالمغالاة يا جماعة ليست صفة في الشيء نفسه، وإنما المغالاة هو سلوك البشر بيستخدموه في الأشياء، والمغالاة بتفقد الأشياء حلاوتها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. لا تغلوا في دينكم غير الحق. في الدين المغالاة في أي حاجة يا جماعة صعبة جدا. المغالاة في الرأي بتولد التعصب. المغالاة حتى في الطموح بتحول الطموح دوت لسارق للطمأنينة. المغالاة في النقد تقتل الإصلاح. إنك تنتقد حد بمغالاة شديدة تقتل في الإصلاح. لو عايز تصلح حد انتقده بالمعقول. المغالاة في أي حاجة حتى في الإنسانية أو المثالية، إنك تبقى مثالي زيادة عن اللزوم بتفقد الإنسان إنسانيته. فالمغالاة يا جماعة شيء مقيت جدا. الاعتدال هو رأس الحكمة، إنك تكون معتدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. في النهاية عايز أقول للناس كلها بلاش تغالوا لا في قيمة محمد صبحي. محمد صبحي فنان كبير بس غلط ويعتذر وانتهينا. محمد صلاح لاعب كبير وأسطورة بس غلط، يعتذر وانتهينا. الشيخ محمد متولي الشعراوي قيمة وقامة وسيدنا ومولانا، ولكن هو بشر يصيب ويخطئ. في النهاية يا جماعة الميزان الرباني سبحانه وتعالى ربنا لا إفراط ولا تفريط. فمن صار على درب الوسطية عاش بالطمأنينة وحافظ على جمال الأشياء دون أن يشوهها بالمغالاة. لا تغالوا في أي شيء، أعطوا الناس، قدروا الناس قدرهم فعلا. أرجوكم. شكرا لكم على المتابعة. أرجوكم متنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. أنا عمرو محمود، ودول كلمتين من القلب. صباح الفل.